السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى اخوات في الدنيا. النهارده هنعمل تتبيلة الفراخ مشوية في الفرن ان شاء الله تنول اعجابكم. اول حاجة عايزة كمية بصل كتير من ربع لنص كيلو لان الفراخ بتحب البصل. تاني حاجة عايزة قرنين 3 فلفل، وعايزة طماطمية لطماطمتين، كلهم كده نحطهم في الكبة مرة واحدة. تمام. وبعد كده نشغل الكبة. عايزة تزودي بس ما تكتريش بقى على الكبة عشان ما تبوظ. اخلطهم بقى خلط ناعم. لو كان خشن معاكي زودي طماطم، طبعا ما بنزودش الا خل في الطريقه دي، ما بنزودش الا خل. هزود كده قد 3 معالق خل، واحط طماطم بقى عشان تساعد على الخلط بتاعها. الطماطم عشان تعمل صوص معاهم وتبقى خلطه ناعمه. في الوقت دوت ابتدي احط التوابل بتاعتي. هحط بقى طبعا توابل الفراخ بتبقى حلوه جدا في الوصفه دي. احط معلقه كبيره فلفل اسود كده، احط معلقه كبيره بهارات. طبعا هحط كميه حسب كميه الفراخ اللي عندك بهارات لحمه برضو بتنفع. حطيت معلقه كبيره بهارات. طبعا الملح معلقه كبيره، كله معلقه كبيره، والملح برضو حسب كميه الفراخ اللي عندك. حطيت الاول الحبه دول، وبعدين نشوف كده. ممكن تدوقي بس بعد كده تمضمضي بقك، عشان الفراخ احنا عارفين ان فيها نسبه من الميكروبات وهي نيه. بس هي فعلا لسه ما تدوقهاش وهي في الفراخ، هتدوقيها وهي لسه عامله الصوص بتاعها كده. خلاص تقلبتين وبقت جاهزه. حط بقى كوبايه زبادي بلدي كده، ده اللي بيدي الطراوه للفراخ، هتبقى تحفه جدا معايا كده. خلاص نيجي بقى ننقل للفراخ. احلى تتبيله ممكن تعمليها للفراخ. انا كده كنت جايبه وراك بس طلعت كبيره، قسمت الدبابيس لوحدها والكتف بتاع الدبوس لوحده. طبعا عشان ما حدش يقول انا عايز كتف ودبوس، خليت دي وجبه ودول مع بعض وجبه. طبعا نبدا كده عشان التتبيله تخش فيها. هتبتدي بقى بالسكينه هي واحده، عشان هو دبوس واحد. تبتدي بقى تعملي فتحه بسيطه كده، ماشي، حتى تبقى شكلها في الشوي حلو. تمسكيها حلو وتفتحيها. حطي بقى التتبيله عليها. عاوزه تبيتيها بيتيها، عايزه تعمليها برضو هتبقى تحفه، بالذات اللي بتحطي فيها الزبادي. ماشي. بتحاولي بقى تمسكي ورك كده. فين الفتحه اللي احنا عاملينها؟ لو ورك صغير ما تعمليش عشان ما ينشفش. لو فتحتيها ينشف، مش هينشف من التتبيل، لا من الفتحه، هتخليه ينشف بسرعه. حطي تحت الجلد كده وفي الفتحه. ماشي. هتسيبيها شويه كده، وبعدين هندخلها الفرن نشوف النتيجه مع بعض. لسه لقيت شويه كده خلاص تمام. بالتتبيله بتاعتها في الفريزر. حطي بقى شويه زيت في القعر، وبعدين عندك بقى بطاطستين مش عايزاهم حطيهم كده. اغلبيه الصوص بينشف واحنا بنحط الفراخ. ماشي. كمان هنحط فلفل يدوا ريحه كده، هما طماطميه واحده بس عشان ما تنزلش ميه، الميه بس يا دوبك اللي تنزل للبطاطس. نحاول بقى نحطها في الصينيه ويلا على الفرن. تبقى احلى فراخ تعمليها، ما تسيبيش اي صوص. بقى زيت على الوش كده تديكي بقى اللون الذهبي اللي بنشوفه. هي ممكن تعمليها صحيه من غير زيت، فاحنا بقى عايزينها دسمه شويه، هنحط معلقه زيت واحده. اللون الذهبي. حط شويه كاري على الفراخ من فوق، ان شاء الله تعجبكم، حلوه جدا. هي ما شاء الله الفراخ دايبه دوب. الزبادي يا جماعه بيطري الفراخ. بصوا جميله ازاي. كمان البطاطس
من جوه شاربه التتبيله، فطعمها تحفه. يلا الف هنا وشفا اللي ياكل، يعملوها بجد رهيبه رهيبه رهيبه. عجبك الوصفه يا ريت تحطي لايك واشتراك فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.